السلام عليكم، ازيكم يا ماما؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده فيديو جديد على قناه جرينجلي. والنهارده يا جماعه هنتكلم عن ازاي تخلي سطحك اخضر وبافضل شكل. ويلا بينا نبدا الفيديو. حاجه هنتكلم فيها عشان تخلي سطحك اخضر وبافضل شكل، هنتكلم عن اهميه التسميد. ويلا بينا نبدا عن اهميه التسميد. عشان تخلي سطحك كويس وجميل لازم تشوف ايه اللي ناقصك في التربه، او ايه اللي ناقص في التربه. لو كان كالسيوم، لو كان بوتاسيوم، لو كان فوسفور، لو كان نيتروجين في التربه، اعرف ان انت لازم تسمد بسماد الكومبوست. طبعا طالما دخلنا في سماد الكومبوست اللي هو بيتخلط مع التربه، يبقى لازم نقول ان التسميد نوعين: نوع في على وش التربه، ونوع التسميد بالري. ويلا بينا نبدا على اول نوع. اول نوع هو اللي انت بتخربش التربه وتحط السماد على طول في التربه، ويبقى كده مخلوط مع التربه زي الشكل اللي قدامك دوت. هسيب لك فيديو وانا بسمد النباتات. ويلا بينا يا جماعه نخش على التسميد رقم 2، وهو التسميد بالري. طبعا بتغذي النبات ممكن من سماد فضلات الدود، وممكن سماد من عظام الاسماك. بتخلطه مع الميه في 10 لتر ميه او 5 لتر ميه، وتسقي بيه النبات، هيبقى جميل جدا. وده برضو شكل التسميد بالري. في واحد هيجي يقول لي: هل انا لو بقيت كريم جدا مع النبات وبسمده كتير هيموت؟ طبعا هيموت. ليه؟ لان انت لازم تعمل نظام للنبات وتسمده بانتظام، تسمده بكميه مناسبه. تابع شكل النبات بعد التسميد بقى شكله عامل ازاي، وتاثير التسميد عليه. تاثير سلبي يبقى تشوف تسميد تاني، تأثير إيجابي يبقى أنت كده تشوف انتظام في التسميد، وهيبقى النبات معاك جميل. يا جماعة في الفيديو ده كل حاجة مفهومة، فما لاقيش أي حد في الكومنتات يقول لي لا أنت شارح مش كويس، أنت كده أنت مثلا مش مفهمنا قوي وبس. وقبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش تحط لايك، ونشوفكم في فيديوهات جديدة بإذن الله. ولو أنت مش فاهم أي حاجة سيب لي تعليق وأنا هرد عليك باللي أنت مش فاهمه وبس. كده خلصنا الفيديو. سلام عليكم.